طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها 3 way matches. ولو انت مثلا شغال في مصنع، او انت مثلا عندك بضاعه بتتورد عن طريق purchasing order، وكل شويه البضاعه بتيجي فالريسيف انفنتوري عندك في المخازن بيستلموا مثلا بكميات معينه، وبعد كده انت كل شويه بتدخل الكميات دي وعايز تتابع البرشيزنج اوردر، وهل هو المورد ما يخدعكش ويورد لك كميه بزياده، ونفس الكلام تعمل رقابه على الانفنتوري اللي انت بتستلمه. فخلونا نرغيش كتير ونخش في التفاصيل. طيب، انا عندي هنا عملت لك شويه ايتمز كده بالديسكريبشنز بتاعها. دي البرودكت نمبر والايتمز بتاعتها، وده الفيندور نيم والاوردر كوانتيتي. كل حاجه من دول هوردها بكام، والبرايس والتوتال برايس في اليونت، يعني الكوست اللي واقف عليا لكل واحده من دول، وادي التوتال بتاعها. طيب، انا عايز اول حاجه اعمل ماتشنج للريسيفنج انفنتوري لما يكون البضاعه بتروح للمخازن. فبناء عليه انا عايز الراجل يشتغل من غير ما يفكر، وفي نفس الوقت لو في ايرور بعد ما يطلعليش ما يكتشفهاش. فانا عندي هنا هقول له مثلا في الاوردر الواحد هتشتغل مثلا 3 بيرشيز اوردر، ممكن تزودهم بس انا هديك بس المثل ده للتبسيط. طيب، اول حاجه بس انا هفك البروتكت شيت اهو، تمام كده. تعالى كده نمسح الكلام ده ونعملها من اول وجديد. طيب، انا عملت هنا حاجه اسمها داتا فاليديشن. الداتا فاليديشن ليست، باجي بقول له ادي الليست بتاعتي، وادي بقول له روح خد رقم البيرشيزنج اوردر كداتا فاليديشن. تمام، واقول له اوكي. ده معناته ياخده كوبي بيست من تحت. انا عملت هنا داتا فاليديشن بحيث ان الراجل يقدر يختار الايتمز على طول، وبناء عليه زي ما انت شايف الداتا بتتغير تحت. هقول لك كل حاجه من دي جت ازاي. خلاص، فانا كده عملت له داتا فاليديشن، مجرد بس بيختار رقم البرشيز اوردر اللي بيجيله. تعال نمسح الكلام ده كده كله. تمام، وهقول لك القصه ماشيه ازاي. طيب، انا دلوقتي عايز اقول له ان هو لما يشوف البرشيز اوردر من هنا يروح على رقم البي او اللي عندي من هنا وياخد الايتمز والحاجات اللي فيه. فانا هقول له والله هستخدم معادله جديده اسمها فلتر. ايه الفلتر دي؟ بقول له روح على الاري. ايه الاري بتاعك؟ هتاخد لحد فين؟ والله هاخد دول لحد هنا واثبتها. طيب، وده لو انكلودنج ايه؟ هقول له خد الرقم البرشيزنج اوردر بتاعه لما بيساوي الانفنتوري اللي هو الداتا فاليديشن اللي انا عاملها. بص كده، هنا هروح جاي عند الداتا فاليديشن واثبتها بالطول واقول له اوكي، واشد المعادله لتحت. طب زي ما انت شايف كده المعادله لما بتتشد الارقام بتاعتها هتنزل. تعالى نتشيك كده. لو انا مثلا قلت له الايتمز اللي بتاعت دي اختار رقم 3 مثلا، دي رقم مفيش 2، في مثلا هنا دي 9، واخد بالك؟ اديك شايف الارقام نفسها ايه بتتغير. طيب، انا عندي هنا كده هفتح نوت زي ما انت شايف كده، هقول له ان هايد، واقول له والله انت النهارده لو انت جيت مثلا استلم 3000، لو استلم مثلا 5000، لو استلم مثلا 6000. بص ايه اللي هيحصل لما يجي يستلم 6000؟ قال لي الكميه من المفترض اكبر من المفترض استلام. ده ايرور انا عملته ليه؟ عشان مش عايز ان هو يشوف الكميات غلط. تعالى بس احكي لك القصه دي ماشيه ازاي الاول. تمام، اقول لك هنا نمبر ورجعها جنرال عادي، ونقول له نمبر ويوز. بص تمام، خدت كده وعلم لي عليها بالاسود. ايه القصه دي؟ القصه دي باختصار ان انا رحت قلت له هات لي الكميات. يعني انا عملت كده بقول له هات لي الكميات اللي عندك. المفروض لما يقرا البرشيز الاوردر ده يروح يجيب لي الكميه اللي المفروض ان هو يستلمها عندها. طيب، ودي كده هقول له 5 واقول له 0. لو انت بصيت كده هتنزل الارقام بتاعه الكميات المفترض ان هو يستلمها. طيب، فهو بناء عليها لو هو هيجي مثلا يستلم مثلا هنا 6000، فاوتوماتيك هيقبل. لو مثلا قلنا 7000 المفروض هيديلي الايرور. الايرور ده ازاي انت تعمله؟ هقول لك. هتروح عند الداتا وتقول له هات الداتا فاليديشن، وتختار من هنا من بتاع تختار حاجه اسمها كاستم. ايه الكاستم ده؟ تكتب المعادله كده، هتقول له اف وتفتح قوس. لو السلايه دي اصغر من السلايه دي، تمام، هتقول له true، ولو ما فيش هتقول له false. تمام، واقفل القصه. بعد كده هتروح عند الايرور مسج، هتقول له هنا مثلا خطأ في عمليه العد، تكتبها له وتقول له الكميه المفترض اكبر من الاستلام، هتقول له هنا اوكي. تمام، لو انت جيت مثلا هنا وقلت 10000 هتلاقي اوتوماتيك طلعت لك ايه المسج، وكده خلاص اشتغلت معاك. لازم يستقبل كميه اقل من المفترض تكون موجوده. طيب، انت هتيجي تقول لي ايه؟ طب يا عم هو كانفنتوري وايز وكان بتاع، ما ينفعش الراجل بتاع الانفنتوري عشان الماتشنج ويبقى العدد صح ما يشوفش الارقام دي؟ اقول لك تمام، هقول لك على كام حاجه كده تعمل. هتقول اول حاجه هنا هتروح عند الفورمات سيل
وتختارها وتيجي عند الكاستمر وتروح جاي عند العلامه دي تحط كوما وتفتح سلاشات كده ورا بعض وتقول له اوكي. بص ايه اللي هيحصل لك اهو، عشان بس بتاع ثانيه كده معلش. هتيجي هنا، هتيجي عند الكاستمر وتقول له هاتوا جنرال، وحط هنا افتح قوس وحط اللي هو السلاش الكبير او سلاش كده، سلاش متصلة اهو، خليها كده وتقفل وتقول له اوكي. بص ايه اللي حصل، هتلاقي ان كل الفورمات بتاعك اتحول بالمنظر اللي انت شايفه ده. بتبقى هي دي ارقام بس في نفس الوقت ايه، انت طالع تشيك كده وقلت له 7000 مثلا او 70000، قال لك ايه الكميه، يعني دي ارقام قاريها ارقام بس مش جايبها بالمنظر اللي انت شايفها. طيب يا عم ما برضه هو شايفها، ممكن تروح انت جاي هنا تروح مغير الفونت الابيض. طيب انا دلوقتي عايزه ان هو ما يلعبليش في السله دي او ان هو يحصل اي مشكله عليها. هقول لك تعمل ايه، هتروح هنا عند الفورمات وتقول له فورمات سيل، وتيجي عند البروتكشن وتشيل كل العلامتين دول، تشيلهم كلهم تبقى انشيك خلاص. وتيجي عند الهيدن دي وتروح عند فورمات وتقول له لوك سيل، انا بقفلها له بحيث ان هو ما يشوفهاش. تمام تمام اوكي. عملت الكلام ده كده واعمل لها ايه هيدن. تمام. وبعد ما عملت الكلام ده كده، لو انت رحت قلت له بروتكت شيت مثلا 0102 يعني تبقى ايه رقم كده، تمام. لو جيت فتحت الكلام ده هو مش هيظهر معايا زي ما انت شايف كده ان هايد، فهو ما يقدرش يفتح البتاع بافتراض ان هو فتحها او حاجه، فلو كده كده هيلاقيها فاضيه. طيب زي الفل خلاص. طب انا عملت المعادلات، بس بص يا عم المعادلات كده باينه وبرده منظرها كده مش حلو، انا مش عايز اشوف المعادلات دي. اقول لك اتقل عليا، هتروح عند البروتكت شيت وتقول له ان بروتكت 0102 اما تبقى ده طويل قوي. هتيجي عند برضو السلات اللي انت شايفها دي كده كلها، تمام، بما فيهم مثلا الديت اللي هو بياخد البتاع ده، وتقول له فورمات سيل وتقول له لوك سيل. هتروح عند البروتكشن هنا كده وتروح دايس له عليها، وتروح عند على البروتكشن وتقول له هيدن وتقول له اوكي. تمام. ودلوقتي ايه اعمل، بص المعادلات هي ظاهره، روح قول له بروتكت شيت. خلينا نقول 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6، بلاش الباسورد ده كده. بص كده ايه اللي هيحصل، المعادلات هنا اختفت لو انت رحت كده وبصيت. طب الكميات يا عم لا عادي زي ما انت شايف كده، مثلا 6000 يقدر يعدل فيها، 5000 يقدر يعدل فيها، يبقى 10000 هيطلع لك الايرور اللي انا بقول لك ايه عليه. تمام. طيب بص لو هو جه مثلا جه يمسح، جه يعدل في البتاع، هتلاقي ان هو الحاجات دي كلها ان اكتف، فهو ما يقدرش يعمل اي حاجه في الموضوع ده. طيب خلاص كده ان بروتكت شيت او 1 2 3 4 5 6. تمام. ونيجي نقول ايه، نشيل نقول قط ونشيل الكلام اللي انت شايفه خلاص. طب احنا كده عملنا الموضوع ده. طب انا عايزه ان هو اول ما يخلص الحاجه دي تتعمل برنت تلقائي، فهو المفروض ان انا طالب منه ان انا حسابات عايز الحاجه دي تجيلي، فانا هروح كده هو يقعد يعمل برنت والبرنت هيبقى مش مظبوط ويقعد يعمل له كاستمايز وكل شويه يطلع لي بشكل جديد. لا انا هقول لك تعمل ايه دلوقتي. هتروح عند حاجه اسمها انسيرت او في ديفلوبر، وتروح تقول له هنا insert وتحط هنا البوتون، وتقول له هنا البوتون ده، او خلينا الاول نعمل حاجه، البوتون ده هيبقى اسمه برنت وسيبه ايه مؤقت اهو كده، برنت وسيبه مؤقت. حلو الكلام. طيب انا هعمل حاجه كده الاول، هتقول له حاجه اسمها ريكورد ماكرو. الماكرو ده هنسميه مثلا يماني، خلينا نقول اي حاجه نقول له اوكي. تمام. ايه الماكرو ده اللي بيقول اسمه يماني، انا كده بسجل ماكرو جديد، باجي اروح هنا بعلم كده عليها، تمام، واقول له كنترول بي خلاص. بروح هنا بقول له على الكراونت سيلكشن والبيج، بتبتدي تظبط الفورمات بتاعها فيت اون بيج والكلام ده كده كله، وبعد كده بقول له برنت. طبعا عشان ما عنديش برنت في البيت، فهو هتلاقيه بيطلع لك ايه مسج كده. المسج ده بيقول لك مثلا هتسيفه كبي دي اف فين، فانا والله هاجي اعمل هنا هقول مثلا يماني، فايل جديد اسمه يماني. تمام. واروح جاي كده واروح مدخلها هنا، واروح جاي كده واقول له مثلا هات الكوبي ده حطه هنا، واديله مثلا النهارده نقول مثلا 2 3 2 2 2 2 20 23 واقول له اوكي خلاص. هتلاقيه هو بيعمل لك ايه برنت. هتقول له بس هنا ستوب ريكوردنج ماكرو وسيبها كده على كده. تمام. بص هنا نزل لك البتاع زي ما انت شايف 2 23. تعالى نمسحها بس عشان اوريك هعمل ايه. اوكي خلاص. باجي عند البرنت ده وهنا اقول له assign ماكرو. assign ماكرو عملنا ايه، واحد اسمه ماكرو اسمه يماني دلوقتي زي ما انت شايفه، وتقول له ايه اوكي خلاص. الراجل خلص اهو، عمل البرنت بالدنيا بتاعته مظبوطه والدنيا تمام، كل اللي عليه انه هيدوس برنت. ايه اللي هيحصل، بص
هتلاقي ان الحاجة جات لك هنا، هيسجل مثلا دي 23/2 اي رقم، هتلاقي نزلت لك في الفايل اللي بقول لك عليه ايه 23/2. طيب تعال نشوف الكلام ده مظبوط ولا لا. هنفتح هنا فوكس ريدر عشان بس نشوف البرنت طالع بالشكل عامل ازاي. تمام، نفتح كده ونجيب ده ونحط، نجيب ده اهو ونحطه هنا زي ما انت شايف كده. طلع لك الفايل اهو زي ما انت شايف. لو مكبر كده كويك شارج برو، هتلاقي كويك شارج برو ايكو نفس الكميات نفس الحاجه. تمام، فخلاص كده هو الراجل كل عليه سجل الماكرو. طبعا المستند ده المفروض بيطلع للحسابات، والحسابات بتبتدي ايه تدخل. تمام. طب نقفل كده ونقفل الحاجات دي واقول لك بقيه الحاجه ماشيه ازاي. طيب الراجل دلوقتي بتاع الحسابات بتاعي خلاص استلم الكلام ده. هل المفروض ان هو يخش اسجله عندي؟ فاحنا عاملين شات تاني هنا اسمه اكتوال انفنتوري. كل اللي عليك ان انت هتروح تاخد بس الحاجات اللي جت من هنا كوبي وتحطها هنا، لان الراجل المفروض بيسجل، فاحنا بنقول ان هو بيسجل الحاجه دي عنده. خلاص، فهو خد هنا. تعالى كده ناخد كوبي بيست، استنى بس عشان الرقم كده عدى اهو. كوبي بيست، يلا يا ابني كوبي بيست. تمام، فنزل لك هنا الانفنتوري والحاجه بتاعتك بالتاريخ بتاعها. طب تعالى النهارده نغير مثلا كده رقم 6، نزود كده شويه حاجات عشان برضو تبقى مثلا معانا حاجات كتيره. فنقوله مثلا ادي ده برضو هناخده كوبي بيست نفس الكميات بتاعتها، وخلي الكلام ده خلي زي ما هي يوم كده تاريخ عادي، وبنسيف. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب انا كده عملت ايه؟ الراجل عندي استلم الانفنتوري بتاعي اللي بتاع عميل المخازن وبعت لي المستندات دي، وانا دخلت سجلتها على الاكتوال انفنتوري. فانا عندي هنا بي او، عندي الاكتوال انفنتوري اللي انا عملته. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اشوف الحاجات. هات بس كده. طيب انا خلاص دلوقتي سجلت الانفنتوري وسجلت الحاجه بتاعتي. طب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز والله ادمج البرشيزنج اوردر مع الاكتوال انفنتوري. هروح عند البرشيز اوردر هنا، التيبل ده بيبقى مسميه بي او زي ما انت شايف. بروح عند الداتا دي اعلم عليها، واروح عند كلمه داتا واقول له convert from data table. هيطلع لك باور كويري كده زي ما انت شايف. هتروح كل اللي عليك اللي انت داخل وتقول له close and loaded. تمام، هيفتح لك كده الشيت كل اللي عليك اللي انت اتدلته. تمام، هتروح عند اللي هو الاكتوال انفنتوري اللي احنا عاملينه برضو. هتروح عند كلمة داتا وتروح برضو معلم عليه كله، وتروح قايل له فروم تيبل رينج، وهيفتح لك برضو زي داتا كويري. هتفتح الداتا كويري ده وتقول له close and loaded. تمام، خلينا نوقف كده عشان مطولش الفيديو. احنا هنا خلاص خلصنا، عملنا البي او والانفنتوري الاتنين عملناهم بيفت كويري. طيب هتروح هنا عند كلمة داتا وهتروح عند كومباين وتقول له ميرج. لما يطلع لك ميرج، تمام، هتقول له اختار لي من هنا البي او، والاي بي او عايز تضيفه على الانفويسنج. طب هتخليهم ماتشنج بايه؟ هتقول له بالبي او نمبر وتقول له اوكي وتقول له هنا اوكي. هتروح عند حاجة مهمة جدا، هتلاقي هنا الباور كويري ينزل لك، فهتروح عند كلمة انفويس تشيل كل الكلام ده، كل اللي احنا عايزينه اللي هو received quantity وتقول له اوكي. تمام، وبعد كده تقول له close and loaded. هيطلع لك حاجة هنا زي ميرج كده، ده عبارة عن الاتنين، هتلاقيهم الاتنين اندمجوا مع بعض البي او، وهتلاقي هنا اللي هو الكوانتيتي received. هتغير تعلم على البتاع ده وتقول له هنا insert pivot table، وهتقول له هنا هات لي مثلا بي او نمبر، وهات لي البرودكت نيم، وهات لي الفندور ليست الفندور نيم. تمام، زي ما انت شايف هينزلك بالمنظر ده، بس انا مش عايزها بالمنظر ده. هتروح هنا عند الديزاين وتقول له show of columns اهو، وهتروح عند الريبيت وتقول له show التول بار. تمام، تبدأ تظبطها لحد ما تطلع لك بالمنظر اللي انت شايفه ده. طيب خلصت كده الكلام. طب انا محتاج هنا ايه؟ محتاج هنا الاوردر كوانتيتي تبان لي. هو هنا كل اوردر من دول كوانتيتي بانت قد ايه، والتوتال ريسيف ده هو استلم منها قد ايه. طب انا عايز اطرح دلوقتي الحاجات اللي هو استلمها من الكوانتيتي اللي المفروض ان هو تتعمل. هتيجي هنا عند الداتا تيبل وتقول له هنا insert field list وتقول له collect، وهتقول له هنا remain ده اللي هو الحاجات اللي هي ناقصه. فهتقول له هنا اللي هو الاوردر كوانتيتي insert ناقص ايه؟ ناقص received quantity.
اللي هو الريسيفد كوانتيتي وتقول له اوكي. هيظهر لك هنا الريميننج، فانت لو قلت كده ممكن تحول اوردرد وتحول هنا مثلا ريسيفد، تمام، وهتقول له هنا الريميننج. تمام. طيب انا دلوقتي عايز اشوف الكوست بتاع كل فيندور دول بكام. فانا هجيب كده والله اقول له برضو اضرب لي هنا، عايز اقول له الانفويس اماونت وبقول له الانفويس اماونت ده عباره عن الاورد على الريسيفد كوانتيتي، وتيجي تضربها لي في الايه في الكوست اوف برايس بير يونت وتقول له اوكي. زي ما انت شايف كده هتطلع لك ايه الانفويس اماونت. خليها حتى انفويس اماونت وخلاص. اوكي هيقول لك ماشي انفويس دي هتلاتة سبيس كده خلاص. هيطلع لك هنا كده كل حاجه من دول ايه اللي المفروض انها تطلع في الراجل كده. خلاص جايب لك ان هو الراجل ده المفروض تسدد له كام. طيب انا دلوقتي عايز اللي انا اعمل سلايسر كده بحيث ان انا اشوف كل واحد ايه، ما اقعدش اللي انا لو جالي عميل ما اقعدش ادور على اسامي الفيندورز اللي عندي. انا اجيب الشكل ده كده وراح مثلا مختار المنظر ده شكله حلو او خلينا ده، تمام. وكل اللي عليا باجي مثلا بشوف هنا الفيندور نيم فبحط مثلا اوسم، فهيطلع لك ده معلوش فلوس، ده المفروض يستلم مني 516، ده 155، ده برودكت ديليفر، ده مش هياخد حاجه، ده مش هياخد حاجه زي ما انت شايف كده. بس ده كده فيديو سريع بنتكلم على الثري واي ماشيز. يا رب ان هو يعجبكم، ولو انت محتاج الاكسل بس اكتب لي منها في كومنت. شكرا، سلام عليكم.